يا صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بفلوق جديد. بفلوق اليوم بتمنى انه يكون صح ان اليوم اخر جمعة ان شاء الله ببيت ماما، على اساس انه يوم الاربعاء بيسلمني بيتي المقاول. يا رب يكون صادق وان شاء الله. عن جد كتير متحمسة اني اشارككم تفاصيل جديدة، اني اشارككم التنظيف والترتيبات وارجع لمطبخي. عن جد كتير متحمسة. لكن اليوم حتى حبيت هيك أصور كل تفاصيل بيت ماما وكيف عم نمر الأيام عندها هذا الأسبوع كامل. فأول شي اليوم ماما بتساوي معجنات إن شاء الله. كان اليوم الجمعة وخايفة أدخل ألبس وأغير ملابسي وأتسبح، وهي ما رح تستناني أنا متأكدة. فقاعدة كذا أستناها لين تناديني تقولي يلا تعالي ببدأ الحين بالعجين. بدينا بالعجين. أول شي حطيت الكيس هذا كامل، وبعدها الحين بتستخدم هذا النوع من الخميرة، وهنا الحليب. يلا نشوف. حليب ناشف، كاستين حليب سائل عادي، أي نوع من الحليب. ملعقتين كبار، بس هذه ملعقتين مو ملعقتين صغار. ايش تبغى؟ ولا شيء. شوية سكر وملح. كالعادة طبعا ما في شي بقدر أعطيكم إياه بالمقاسات المضبوطة، كل شي عشوائي، كل شي بطريقة عشوائية. هنا قلت للعاملة إنه لازم تتعلميها لأني أحبها، فهي بتتعلمها بالنظر. نفس بكتب لكم بصندوق الوصف كل الطريقة اللي هي بالمقادير إن شاء الله، طريقة العجين، وبكتب لكم بعد طريقة السبانخ، يعني نفس حشوة السبانخ هي شلون تسويها، لأن عن جد كتير طيبة. وطبعا ما صورتها لأن هي أصلا كانت مجهزتها قبل لا أنا أجي. الحين دهنتها بزيت وبتحطها بكيس وبتسكر عليها. 10 دقايق ونشتغل فيها. بعد 10 دقائق نشتغل فيها. بعد ما مر 10 دقايق عليها أخذتها وصارت تحط عليها زيت زيتون. زيت الزيتون بيعطي نكهة أكثر وأحلى حق السبانخ، يعني هذا النص حق السبانخ فقط، لأن الباقي حطيته على جنب حق البيتزا وحق الزعتر إن شاء الله بتسويه بعد شوي. لكن الحين بدت أول شي بالسبانخ، حطيتها كذا دورتها كل واحدة الحال وحطت عليهم زيت زيتون وتخليهم لين 10 دقايق وبعدين ترجع تشتغل فيهم. اجلس هناك وافطر، تعال اجلس نحن. طلعت من بيت ماما بروح أجيب عيسى أمس راح نام عند عمه، فقلت بما إن اليوم الجمعة والناس الحين كلهم بالصلاة خليني أروح أخذه قبل ما تصير الزحمة. فالحين طلعت أجيبه وأرجع بيت ماما. بنات، من الروتين من الأشياء الجديدة من اهتمامي إني كان عندي هاي الجلافزات بس بصراحة أبدا ما ألبسها، يعني كسل بصراحة. فالحين صرت أحط واقي شمسي وصرت ألبسها، ومن جد فرقت إيدي، يعني بلشت تفتح. كان فيها شيء كذا كأنه رمادي، يعني يدي مو نفس لوني، عرفتوا؟ لونها ما أدري شلون، حتى لما أصور كتير تزعجني أحيانا. فقررت إني أصير أهتم فيها من ضمن الاهتمامات. فصرت أحط واقي شمسي قبل لا أطلع وألبس الجلافز. من جد يعني صار لي أسبوعين معتمدة هالطريقة، وعن جد ملاقي كتير فرق بإيدي كتير كبير مو شوي. خطة اني اخذ الشيخ عيسى من عند الباب وعلى طول امشي، لكن العام ما رضي يطلع، قال دخلي انا قاعد افطر. فدخلت واستنيت لين نخلص فطور وبعدين مشينا. لا ما اشتاق كاميرا. حلو. هذيك الكبيرة أنا قاعد ما عندنا سبح. حطيت لي عليها، حطيت لي داخل عند الماء أغلق. بس أقعد على السلم ما قاعد كذا، أقعد كذا على السلم.
عجين جديد وصفي عجينه. طبعا رحت اجيب اي ثوره جات ماما قالت نسيت انك تبين تصورين وخلصت كل شيء ما شاء الله عليها. هنا ماما مجهزه كيكه الجزر، بس شوفوا كل شيء بكتب لكم اياه بصندوق الوصف، لان حتى هذا الشيء يومي بجنن السبانخ، حتى السبانخ باخذ طريقتها منها واحط لكم اياها بصندوق الوصف. اي يوم؟ لا انتي سارة. في بطاطس. بيبي لولو بنغير لها الحلق، جايبه سارة حلق اشوفها. شوفوا الجمال. في هذا بس لا ذاك احلى الورد. شوفوا محتارين بالثاني او هاد. حلوين الاثنين. ايش رايك انت؟ اي واحده نحط لها؟ نواف يختار لها هذه الوردة صح؟ حتى انا قلت هذه. يلا هالحلق هذا عشانهم يشبهون بعض. نشيل لها هذا الحلق ونحط لها حلق جديد. اي وهي كانت فعاليات يوم الجمعة. ركبنا حلق اللولوة وسارة أختي كانت نايمة عنا وإجت بنت عمي سهرت معانا، وكان يوم جدا جميل ولطيف. هنا وصلتني لوحة حقت بيتي بنات كتير حبيتها، وما حبيت استنى لين أروح بيتي وأشارككم إياها. حبيت أشارككم إياها الحين، وإن شاء الله بس أروح بيتي بشارككم إياها. شوفوا الجمال، عن جد فخمة مو طبيعية، كتير حبيتها. وهنا يا صباح الخير من يوم السبت. يا ماما قاعدة تسوي الجبنة الناعمة، وهناك قاعدة تسوي. شلون تعملي هاي؟ كبدة. الكبدة تطلع بس لما تجي سارة، بوجودي ما تطلع جد. انصدمت ماما. عم بمزح بس يعني اشياء اللي والله جد. بس يلا الدلع على سارة، نحن قلنا الله. قاعدة اليوم فقرة ذكريات شاركتكم إياها بسناب شات من فترة. قلت ليش ما أصورها يوتيوب، لأن عن جد حرفيا إن في كتير ناس ما شافوا، يعني ما عندهم سناب. كثير تجينا أسئلة إن شلون عيالكم يتخربطون فيكم أو يغلطون، خاصة بسناب. دائما أصور لكم لما يصحون عيالنا الصباح وأنا وسارة نايمين عند ماما، حرفيا يوقفون كذا يطالعونا إنه مين ماما ومين سارة كذا عيالي. فخاصة إنها سارة بعد الحمل شوي يعني صارت دبدوبة شوي، فصارت تشبهني أكثر، لأن أنا دائما أسمن من سارة، عرفتوا؟ فالمهم شوفوا، طبعا كلامي قلت لكم إن دائما سارة أنحف مني، فهنا مبين مين نجاح ومين سارة. فأنتوا كتبوا بالتعليقات يلا يمين مين ويسار مين. شايفين شلون كيف كنا؟ يبي يشوف لولوة يشوفها هنا. لولوة طالعة دبدوبة على خالتها تشبهني، فكلهم يقولون أنا تشبهني. شايفين هنا مين نجاح ومين سارة؟ يلا يمين ويسار، ترى نفس الصورة اللي قبل، يعني نفسنا. إذا كتبتوا كذا يعني نفس الشيء. فهمتوني ولا لا؟ يعني مين سارة ومين نجاح. يلا هذه أنا وسارة. شنو بعد في صور؟ شوفوا هنا هذه الصور بعد. شايفين الجمال؟ بابية لابسة هذا مثلها، والبابية الثانية لابسة هذا أي مين هدول؟ أنت تعرف مين هذه؟ إيه هنا وإحنا كبار اثنين بيبي. كيف؟ فشوفوا شلون شعرنا كان لين شوفوا لين هنا، لين هنا. شايفين لين هنا كان شعرنا كتير طويل. قصيناه يعني كنا كبار، كنا ثالث ثانوي لما قصينا شعرنا. هنا كنا راجعين من بحر فكنا سود، كنا كتير سهر. مين هذه؟ وانا هذه مين؟ يعني مين هنا؟ هذه ماما وسارة.
طيب شفتوا هذه أنا وسارة كنا راجعين من اللاذقية بسوريا، فكنا كتير مسمرين كتير، يعني كنا فحمة. وين بعد في صور حلوين؟ وريني الصور الحلوين. شوفوا هنا، هذه كنا كل سنة نروح سوريا نسوي حفلتنا هناك. هذه أنا وسارة. هذا أنت لما لابسة هذا الجوتي. أي حلو جوتي. أنت حتى هنا أنا نسيت. كنا حلوين، كنا كيوت زي بيبي لولو صح؟ ايه. هذا كفل واحدة كفل تمام. في واحدة مقفلة فمها وواحدة لا صح؟ مين اللي مو مقفلة فمها؟ وين ماما؟ صح، انت صح. ليش انت اخترت هذا؟ في هنا بعد شايفين؟ هذه انا وسارة. خلاص من هذا العمر نبدأ نتخربط، لا تعرفين مين سارة ومين نجاح ما ندري. صح، هذه أنا من كنت صغيرة، بس هذه الصورة ما أعرف مين سارة ومين نجاح. في صور من جد ما نعرف مين أنا ومين سارة. زي هذه الصورة ما نعرف. صح عيسى؟ شايفين هذه الصورة ما نعرف مين سارة ومين نجاح. كلهم إيه كلهم مسكرين فمهم. مش فيك قاعد تطلع الفم بس أنت يا ماما. عيسى قول هالسؤال، يمكن أنت سارة وأنا نجاح. إيه عيالنا يسألون شلون تعرفون مين سارة ومين نجاح. يمكن في المستشفى سموا نجاح سارة وأنا سارة والحين مو مشكلة. سارة نجاح صح عيسى مو مشكلة. هذا مين؟ هذا سارة، هذا أنت وهذا سارة. صح. أنت شلون قاعد تعرفنا؟ أنت شلون قاعد تعرف ماما؟ هنا صارت تعرفنا؟ كيف أنت كذا شاطر؟ ها؟ كلهم يدهم. هنا بيبي لولو زعلانة، وإنه جعلانة. عم تقرقري فوقها أنت وابنك، يعني أكيد بدك تزعق. مالك دخل. وي ماما أنت مالك دخل، أنا جالسة جنب خالتي، أنت لا تتدخلي، فاهمة؟ شوفوا. استراحة. خلاص وريتهم، هذه استراحة صح؟ استراحة سباب البوم، مثل سباب البوم. أوبليني. يلا نامي خلاص. طلع أصوات علينا. هذا وش؟ يلا أمك عم تتمكيج مو فاضية، ماما عم تتمكيج. يلا أوش. سارة قاعدة تتمكيج مو فاضية حق بنتها. شفتوا الأمهات آخر الزمن. يلا تنام. خلاص يا ماما، أهم شي نفسية أمك يا حبيبتي. لما أنا أكون نفسيتي منيحة لا تكون مع منيحة. تسلم لي النفسية المنيحة. ها عطتك كش سويت لك كش، والله سويت حق ماما كش. صح عليكي ماما كش. سارة دائما من إحنا وصغار بهمها إنه ما تجلس بيجامة، يهمها إنها تتمكيج. من الاختلافات بيني وبين سارة وإحنا صغار إنها كانت دائما تحب إنها تلبس فساتين بنطلونات وبلايز، تشتري مكياج حتى لو ما كانت تتمكيج تحطها على التسريحة، ترتبهم الإكسسوارات. يعني كان عندها هوس من زمان من إحنا وصغار. حرفيا بالابتدائي إن سارة كانت ترتب الدواليب يعني ملابسنا وترتب التسريحة، وبهمها كتير إنه غرفتنا تكون مرتبة. يعني حرفيا كل يوم خميس بتنكتها هيك وبتقلبها فوق تحت وبتنظفها. أنا حطوني عند الأطفال، حطوني عند الألعاب، كتير بحب الألعاب ولليوم. لكن طبعا شخصيتي تغيرت شوي، صرت أهتم بحالي أكتر، صرت ما أقعد بالبيجامة طول اليوم. وقت كنت بنوتة كنت دائما أقعد بالبيجامة، بحب البيجامات. المهم رحت عند الكوافيرة وبعدها جاينا ناس يباركونا ببيبي لولو، فما شاء الله ماما كانت مجهزة أحلى سفرة. ضريبة راحة النادي الصبح إنك توقفي بآخر الدنيا عن الدوام. تخيلوا كتير المكان بعيد، بس بصراحة الحمد لله الجو حلو. فها يبيلي متأخرة كتير تأخرت. هنا وصلت الدوام متأخرة واضطريت إني أوقف سيارتي كتير بعيد عن الدوام وأكمل مشي. لكن شوفوا لي الطبيعة، عن جد كتير انبسطت وكتير غيرت نفسيتي أكتر من النادي نفسه. المكان بيفتح النفس الحمد لله. عن جد شوارعنا يعني المملكة قاعدة عم تشتغل على الشوارع بشكل مو طبيعي. عن جد فخورة إنه هيك صارت بلدي. بتجنن عن جد كتير حلوة.
كل مكان شجر، كل مكان صار مهيأ انك تمشي فيه. عم يعملوا ممشى، عم يهتموا بهاي الاشياء بكل شارع وبكل حارة. يعني شوي شوي قاعدين يروحوا للاماكن اللي لسه ما وصلوا لها. بصراحة يعني عن جد التطور اللي صاير جدا جميل، وكتير كتير فخورة فيه. جميل، الحمد لله. يا صباح الخير من أبديت الجديد للبيت. آخر شي سووه بالبيت اللي هو ركبوا الدرايش، ركبوا الأبواب. فشوفوا هنا اخترنا بصراحة، زوجي فاجأني بصراحة. أول شي زعلت إن شلون باب المطبخ يكون كذا مشفاف، يعني يبين اللي داخل. ضايقني أول شي، بس بعدين قال لي إن عشان نور الشمس يجي الصالة، لأن إحنا هذه الصالة ما فيها شمس، بس دريشة المنور، عرفتوا؟ إيه يا ماما، فاختاره كده، قال لي عشان نور الشمس يدخل الصالة. فأول شي بصراحة تفاجأت، لكن بعدين حبيت، كتير حبيت. والله يكرمكم ركبوا أبواب الحمامات، خلاص تركبت باب الحمام. وهنا بعد شايفينها كتير كتير حلوين، حبيت. خلاص إن شاء الله باقي بس الباية، وباقي هذه اللي هنا النعلات، وخلاص هانت إن شاء الله إن هذا آخر أسبوع نكون خارج المنزل إن شاء الله. اليوم أنا قاعدة أصور الحين، اليوم الأحد. شايفين هذا حمامي الله يكرمكم. وهنا الدريشة، شوفوا ما اخترت أبدا، يعني في موديلات الجديدة اللي يجي فيها كذا مربعات وأشكال، قلت أبدا ما أبي ولا شيء، لأن أبي النور يدخل، ما أبي ولا خط، حتى الخط ما أبي إنه يوقف لي النور إنه يدخل على الغرفة. فكتير كتير حبيت عن جد، وكتير مبسوطة عليه. وبس والله هي آخر تجديدات في البيت، يعني ما في شيء تاني كذا بس. يلا عيسى نروح. حتى ركبوا الإضاءات، حتى ركبوا الأفياش، خلاص كامل الأفياش تركبت. كل الأشكال؟ لا، لون واحد. إيش تبي؟ هذا النوع من الشابورة جدا جميل، اسمه علبة شابورة حلوة كتير طيبة، تجربوه. مستحيل، لازم قهوة. حطها هنا عيسى، واكل الايس كريم. حطها هنا شوكليت، حطها هنا. يلا اكل. قهوة عمق من القهوة عندي المفضلة، واليوم أول مرة أطلب منهم. أيه، أول مرة اليوم أجرب من عمق الكابتشينو. بصراحة كان كتير طيب، لأن القهوة أكثر من الحليب. وبعد هذا الماجيك بار بصراحة كتير طيب، لازم تجربوه، يمكن مو أول مرة أمدح لكم إياه. بعدها رجعت عند ماما ووصلني هذا البوكس. بصراحة بنات يعني قد ما بقولكم انه كتير حلو ورائع، عن جد كتير حبيت. فعاليات للاطفال، واكيد شفتوا بفلوقاتي اللي قبل قديش انا بحب هاي الفعاليات مع عيالي، دائما نسويها. لكن حبيت هالمره انه جايتني على طريقه توزيعات للعيد الوطني، وفيها كتير افكار حلوه احلى من اللي عندي، يعني عرفتوا. فشوفوا محتويات البوكس عن جد كتير حلوه. عشان نشوف ماما ايش داخله هنا. استنى حبيبي. شوفوا راسلة هذه الأشياء الجميلة، عن جد كتير حبيت. شوفوا راسلة الألوان، هنا استيكرات. أنت تحبه؟ شوفوا هنا هذه الشخصيات الموجودة، شوفوا هذه هي موجودة. كتير حبيت الفكرة، بتجنن عن جد. واو، كل واحد يختار الشخصية اللي هو يبيها وبيلونها نفس ما هي. الأم، الأب، الأخ، الصديق. أنت كنت تبيها؟ أتوقع أن هذه مريلة. واو كتير حلو. افتح هذه، افتح هذه، عطني لو سمحت. هنا الألوان، كتير حلو، حبيت. شوفوا ايش بعد هنا أكواب. حلو لما تكونوا كذا جمعة العائلة تاخذونها إذا فيها أطفال ويطبقونها. هنا الماي عشان الألوان. أشوف
هنا توزيعات اليوم الوطني. شوفوا الجمال عن جد بيجنن البوكس. وهنا بعد فكرة كتير حبيت الفكرة. واو عن جد شكرا كتير مرتب البوكس ورائع. البوكس محتواه عن جد رائع وكتير حبيته، خاصة حبيت القلوب اللي داخله. هذا اللون الوردي كتير كيوت، على الطبيعة أحلى بكثير من التصوير. وشوفوا هنا كذا شايفين الجمال، هذه يلونوها الأطفال كتير حلوة. هذه القلوب معاها وتتلون. حبيت فكرة البوكس بصراحة جدا جميلة. بحط لكم حسابها بصندوق الوصف، لازم تروحوا تطلبون منها، عندها كتير أفكار أحلى من هيك. حتى البنوتة أتابعها على السناب شات، تتخيلوا ما شاء الله تبارك الله، عندها رسومات من هي وصغيرة، والحين فاتحة كلاسات حق الأطفال، حطت رسوماتها وهي صغيرة برواز وعلقتهم عندها بالفصل. كتير حبيت الفكرة عن جد. البنوتة عندها أفكار كتير حلوة، لازم تتابعوها وتشوفون محتواها والأشياء اللي تسويها جدا جميلة. يا صباح الخير من يوم جديد. قولوا لي انتوا عيالكم يلبسون الله يكرمكم الجواتي بالسيارة؟ مجننيني. يمشون بدون جوتي بالشارع، يلبسونه بالسيارة، ولما يوصلون المدرسة يفسخونه. يعني عليهم روتين ما أعرف من وين جايبينه. وبعد ما وصلتهم المدرسة بصراحة رحت النادي، والحين رحت الدوام، وبيبدأ يومي مثل كل يوم، اللي أروح الصباح أوصل عيالي المدرسة وأروح النادي، وبعدها دوامي، وبعدها لازم أرجع وأشيك على البيت وين وصلوا وإيش التجديدات اللي سووها. اليوم بيكون يوم الأحد. جيت أشوف آخر التعديلات اللي سووها بالبيت. ركبوا هذا الحديد، عفوا ركبوا هذا القزاز حق الشاور، وركبوا الدرايش حقت الحمامات الله يكرمكم. وشوفوا هنا ركبوا الأنوار، هذه الأنوار ركبوها جديد. حبيت كتير حبيت. شوفوا جميلة. حطيت رفوف هنا للشاور، وهنا الله يكرمكم فوق كرسي الحمام، وهنا بيكون عند المغسلة. حبيت كتير حبيت. نظفوا البيت عشان خلاص بيبدوا بويا بكرة إن شاء الله. كل الوسخ اللي كان موجود شالوه الحمد لله، خلاص بيبدوا بويا. هنا حمامي نفس الشيء، ركبوا هذا الحديد. كتير حبيت. هنا بدوا بتركيب الديكور حق السرير. هنا إن شاء الله بيكون السرير بدأوا يبدأون فيه. وهنا ركبوا النعلات خلاص، باقي بس هنا بعد. الأشياء الجديدة بالبيت، ركبوا النعلات، ركبوا هذه الصفات من هنا، ركبوا السراير. بس أنا زعلانة إنه بصراحة تركبت، لأن كان خاطري تكون آخر شيء، يعني ممكن يتركب بعد ما نغسل الأرض وكذا. بس المقاول كذا يبي، نشوف إيش بصير آخر شيء بعدين. حبيبي جينا بيت عمي عايشة، صايرة من طقوس العصر نتقابل هنا. مرت أخوي بدنا نروح حبيبتي، بدنا نروح يا حبيبة قلبي، بدنا نروح. كده واو ايش ياكل؟ لكن كيف أول ما يجي المطبخ كده لو كده بدنا. واو كيف انت كذا حلو. سبايدرمان من بيت أخت زوجي. جيت عند سارة اليوم، بيجون بنات أخواتي، فبحط كذا ميك اب خفيف وسريع قبل لا يجون. وهنا شوفوا مين قاعد معانا. صار عنا بنوتة تشاركنا كذا جلسة البنات وتسمع سوالفنا، وما شاء الله حتى بنت أختي جابت بنوتة، فصار عنا بنتين، أول بنتين بالمجموعة. فهيك وكون وصلت معكم لنهاية الفلوق. بتمنى يكون عجبكم. لا تنسوا تحطوا لي لايك، ولا تنسوا تضيفوني على سناب شات. سلام.